ملفت اليوم في البعض في لبنان الذين لا يحسنون قراءة التاريخ ولا يحسنون أيضا يعني النظر بواقعية إلى الحاضر. يقرؤون يعني لا زالوا يقرؤون في كتاب الماضي، قراءة يعني كتاب العيش على أحلام التقوقع أو الانقسام أو الانعزال. يعني يبدو أخذوا العنوان الأساس من الحرب أو من المعركة في المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود الحرب. هذا يعني أن الحرب سوف تؤدي إلى نتائج تريدها أمريكا. ما يجري اليوم على الساحة الدولية وساحة منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أو بشكل خاص، وعلى الساحة اللبنانية بشكل خاص، ينذر أن لا، الأمور تسير باتجاه معاكس لما يتوقعه كان البعض في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، أن الأحداث جرت بما لا تشتهي يعني الأحلام أو يعني التخطيط الأمريكي. هؤلاء الناس ومن ضمن يعني اليوم إذا بنتحدث عن النائب سامي الجميل، يعني هذا الخطاب الانعزالي الذي ورثه عن والده ووالده ورثه عن أبيه كذلك الأمر. وهي يعني هذا واحد من أسباب الحرب الأهلية التي حصلت في لبنان، هي مسألة محاولة التقسيم أو محاولة الانعزال الذي رفع شعارها حين حزب الكتائب، واليوم يراد من هذا الأمر تكرار هذا الحدث. ولكن هؤلاء يعني اليوم يسمح لنا فيها شويس النائب الجميل أنه لا يحسن قراءة يعني الأحداث في المنطقة، ما هو لا يرى. يمكن بيستمع ببعض الأحيان لنشرات الأخبار من بعض المحطات أو الفضائيات اللبنانية ويبني عليها استراتيجياته المستقبلية، ولا يقرأ أبدا ما يحدث، لا ما حدث في بداية على الساحة، يعني ما حصل في الحرب بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكذلك الأمر ما حصل اليوم في لبنان ما بين المعركة بين المقاومة وإسرائيل. يبدو أنه لا يقرأ في هذه المعطيات، ولا يرى أن الحرب انتهت من الناحية الاستراتيجية بغض النظر عن ما يجري اليوم. الحرب انتهت إلى هزيمة للمشروع الأمريكي، ما بدي أقول هزيمة لأمريكا ولكن هزيمة إلى المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي كان يفترض أن يكون هناك توسع كبير جدا للعدو الإسرائيلي على الساحة اللبنانية وفي سوريا وفي مناطق أخرى. وكذلك الأمر سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على بالحد الأدنى على مضائق على ممرات النفط في منطقة الخليج. يبدو أنه النائب الجميل هو لا يقرأ هذه الأمور ولا يرى أن هناك متغيرات فرضتها الوقائع الميدانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تريد تدمير أو إزالة النظام الإيراني تحت شعار إزالة التهديد النووي، تسعى اليوم بكل ثقلها إلى محاورة إيران وإلى يعني التودد إلى النظام الإيراني. ويعني اليوم اللي بشوف اليوم ما يعني حديث الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس أو الأحداث، يعني مسار الأحداث يدرك جيدا أن يعني الرؤية الأمريكية للمنطقة اليوم هي بالحد الأدنى، إذا ما بده يكون يعني شوي أذهب أكثر بعيد بهذا الموضوع، هي مسألة تشاركية بالقيادة في منطقة الشرق الأوسط مع إيران. وبالتأكيد هذا الأمر سينسحب حكما على الساحة اللبنانية، وحينها ربما يستيقظ يعني النائب الجميل أو غيره من كبوة تكاد تطيح بهم وتجعلهم خارج التاريخ والجغرافيا.